تعالى يا غالي اقول لك في السريع على اغرب واخطر حمام سباحه في العالم، واللي حرفيا هتحتاج ان قلبك يبقى جامد جدا علشان تقدر انك تنزل فيه وسط التماسيح. بس طبعا في البدايه كده لازم الاول تبقى عارف ان حمام السباحه ده عباره عن قفص موجود بالتحديد في حديقه داروين للتماسيح شمال دوله استراليا. والقفص ده يا صديقي بالتحديد مكون من لوح زجاج على شكل دائري سمكه حوالي 4 سم، ده غير طبعا طوله اللي بيعدي 3 متر كاملين يعني في المتوسط، واللي اتصنع مخصوص علشان يشيل فردين بس من زوار الحديقه اللي قلبهم جامد جدا ويستحمل انه يعيش المغامره الصعبه دي. وبعدها على طول بيبداوا السياح انهم يدخلوا القفص ده علشان ينزل بهم فورا لمسافه حوالي 5 متر كاملين تحت سطح البحر، وبيفضل ثابت بهم حوالي ربع ساعه تقريبا. والاصعب بقى يا غالي من ده كله ان ال 15 دقيقه دول بيقابلوا فيهم حوالي 3 تماسيح مفترسه، طول اقل واحد فيهم بيوصل لحوالي 4 متر كاملين، انت متخيل؟ ولك ان تتخيل معايا كده يا غالي ان طول الربع ساعه دي الزوار بيحاولوا انهم يستفزوا التمساح علشان يقرب منهم وتزيد معاه الاثاره والمتعه. اكيد يا غالي دول مجانين. وطبعا يا باشا خليني اقول لك ان لو اي حد فينا موجود مكانهم في الموقف ده هيحس بخوف ورعب وهيشوف شريط حياته كله قدام عينيه من المنظر بس. وفي سنه 2012 طلع مدير الحديقه في لقاء صحفي وقال ان القفص مستحيل يضر او يؤذي اي حد موجود فيه تماما. قال يعني يا غالي لما يقول كده هطلع اجري على القفص واحاول ان ادخل فيه، ده اكيد بيهزر. ودلوقتي بقى يا صديقي يا ريت تقول لي رايك بكل صراحه، لو في مره جات لك فرصه انك تدخل جوه القفص ده وتنزل وسط التماسيح هتعمل كده ولا هتخاف؟ سلام.